أقول لليماني العريق، لليماني السعيد، خلي الحزن بعيد عليك، العذاب ما يدوم، يلي تعيش محروم يسري نور الأمل من وراء الغيوم، والربيع يعود تزهى معاه الحياة. باليمن ونمضي ونهدي هذا علن، نموت وتحيا اليمن، نموت. من بلد سئم الوجع وآهات الأنين ووقع أصوات المدافع والرصاص، بلد تجرع شر السنوات الحروب فغابت عنه السعادة التي كانت أميز صفاته. نموت وتحيا اليمن، بلادي وروحي وأمي اليمن، سنمضي ونهتف بهذا علن، نموت وتحيا اليمن. بسمة ينتظرها وفرحة يتوق من أجلها، تنسي أهله ولو جزءا من المعاناة، وتبصر ضوءا فيه فرح في آخر نفق البؤس والحرب والظلم. حمل راية الفرحة رجال يعلمون أن اليمن وأهل اليمن بحاجة ماسة لفرحة، فرحة قد يكون مصدرها كرة القدم. أرض السبع، أرض الملكة بلقيس، أرض حضرموت، أرض التاريخ، أرض معين. الفريق اليماني قادم من حضارة كبيرة وعريقة جدا، تيكي تاكا على طريقة اليمن بصياغة من البن وبخلطة مع العسل الحر. يا اليماني إذا ذكرت اليمن ذكرت الركن اليماني، وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل اليمن: الإيمان يماني، والفقهة يمانية، والحكمة يمانية. ويقول عنهم المصطفى أيضا صلى الله عليه وسلم: وماذا بعد قول الرسول؟ ألين قلوب أهل الجزيرة وأشدهم. ومتى سنفرح؟ ولكن لا تبكوا يا أسود، لأن دموعكم غالية. لا تبكوا لأننا مللنا من البكاء، لا تبكوا لأننا نحن من نصنع البطولات، ولأن هنالك أمة خلفكم. قفوا يا رجال، ماذا أصابكم؟ علينا أن ننهض ونعمل لغد أفضل، لأن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غدابا. ضعوا أيديكم بأيدي بعضكم البعض، وقولوا للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، والقادم أفضل يا يماني، القادم أفضل يا يماني.